واش اي حاجه بغيتي ديرها في حياتك ولا اي حاجه غادي تخدم عليها ولا غادي دير فيها واحد ليفور خصو يكون من موراها واحد الفلوس ولا خصك تربح منها الفلوس. هذا واحد الغلط كيديروه بزاف ديال الناس، على انهم اي حاجه غادي يديروها فضروري انهم يربحوا منها شي حاجه، فضروري انهم يشوفوا الربح ديالها هكذا قدامهم. ووحده من الحوايج اللي خصك ديرها وما تربحش منها الفلوس هي انك تبقى اون كونتاكت مع الناس ولا تدخل ناس جداد في حياتك. تلاقيتي واحد الانسان، شافك واحد الانسان، هضرتي مع واحد الانسان وعجبتيه، حقا درتي واحد القضيه مع هاد الناس هادو وشافوا فيك واحد الحاجه وبروبوزاو عليك شي حاجه ولا دخلتي معاهم شريك في شي حاجه، فزيدوا زيدوا زيد. الحوايج اللي ماشي منهم الفلوس نيشان هما اللي تيكون فيهم الربح اكثر، ولكن ملي كنهضروا على الربح تنهضروا على الربح في لا سيتوياسيون، تنهضروا على الربح في التعلام، كنهضروا على الربح في انك تدخل في شي حوايج اللي هما ما عندهم حتى علاقه غير بالفلوس. بيان سور الفلوس غادي يجيو من بعد، فاحنا ملي كنقولوا انك غتربح فما كنقولوش انك غادي غير تجلس ما غاديش تربح حتى شي حاجه، ولكن غير العلاقات. لا، العلاقات غادي يخليوك دير شي حاجه اللي غادي يخليوك توصل لواحد الحوايج اللي غادي تقدر تربح منهم الفلوس. خليك دير الحاجه واخا ما كتشوفش فيها الربح، واخا ما كتشوفش بان داك الانسان يقدر انه يجي من موراه واحد الفلوس فبعض المرات الانسان يقدر غير يهضر عليك في شي بلايص اللي انت ما كاينش ويقدر يجيب لك الفلوس هو. تبارك الله عليكم والله يعافيك.